السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال بإذن الله وبشركم مبروكة بالصحة والسلامة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا غريبة ديال اللوز أو معلكة ديال اللوز، كتجي معلكة وكتجي لذيذة بزاف، رائعة هاد الغريبة. كنتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات ان شاء الله. هانتوما كي كتشوفوا معايا في الفيديو الغريبه كتجي فتيه ومعلكه، كتجي روعه روعه هاد الغريبه. وان شاء الله نحضر معكم فيديو مقبل الغريبه اللي كتجي بالعقده ديال اللوز. وندوزو الان المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للكمية اللي خدمت بها هنا عندي 300 غرام ديال اللوز، وعندي كذلك واحد الحبة ديال البيض، هاد الكيس ديال الخميرة غنستعمل نص ديالو، وعندي واحد 90 غرام ديال سكر سنيدة، وعندي هاد المربى ديال المشماش. اول خطوة غادي ندير هي هاد اللوز غادي ندخلو نصهدو غير شي شوية في الفران تنصهدوه، وعاد غادي ندوز باش نطحنو. وبالنسبة للسكر كلاصي خصو يكون سبيسيال باش كيبقى يعني لاصق ليا في الغريبة ما تيذوبش، يعني ضروري سكر كلاصي خدو سبيسيال اي نوع بغيتو. هنايا عندي اللوز من بعد ما حمرته شويه صهدته في الفران، غادي ندوز باش نطحنو. هنا عندي 300 غرام اولا نخدمو ب 250 غرام، اولا اللي بغى يضاعف الكميه ويخدم بنص كيلو غتعطيه كميه اكثر. المهم انا هاد 300 غرام عطاتني واحد جوج ديال لاطات، تقريبا واحد 35 حبه بحال هكا. غادي نضيف على داك اللوز غادي نضيفو سكر سنيده، هنا درت 90 غرام، ممكن ديرو حتى قل، يعني اللي ما كيبغيش الحلاوه سورتو انها كتفند في الكلاصي ممكن نديرو حتى 60 غرام ديال سكر سنيده. المهم انا الكميه اللي درت هي 90 غرام. وكنضيفو واحد شويه ديال هاد زهره البرتقال راه تعطي واحد النسمه رائعه مع اللوز، كتجي بنينه بزاف مع اللوز، تتخرج لنا داك المذاق ديال اللوز اكثر. وكنطحن هادشي، المهم ما نطحنوش اللوز حتى يولي يعني يطلق الماده الدهنيه ديالو، غير نطحنوه حتى يولي هكا بودره، راه مازال فيه شي حبيبات صغيره باش كتعطيني واحد شويه ديال القرمشه في وسط ديك التعليكه ديال الغريبه. المهم هنا من بعد ما طحنته غادي نضيف على هاد البودرة ديال اللوز اللي وجدنا الخميرة ديال الحلويات. هنا ندير نص الباكية، يعني 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى. وصافي كندمج الخميرة مع هاد البودرة ديال اللوز. وعاد غادي نضيف حبة البيض. بالنسبة لحبة البيض عندي هنا حجم صغير، وغادي نولي نضيف ابيض بيضه وحده اخرى، ولكن حتى كنضيف هاد البيضه وكنجمع الخليط ديالي وكنشوف يعني واش صح ليا ولا مازال عاقد، عاد كنضيف هذيك البيضه. بالنسبه هنا المربى، هنا هذا هو المربى اللي استعملت ديال الحلويات، يعني خصكم ديروا القياس مضبوط، الا كثرتو كيسيح لكم الغريبه. كندير انا هاد المربى د المشمش اللي كيكون عاقد، هذا النوعيه اللي كيكون عاقد وماشي داك اللي كيكون يعني جاري وفيه ديك الطريفات ديال المشمش، هذا ما فيش طريفات، هذا كله يعني مطحون ولكني عاقد. من الاحسن نستعملوا هذا المربى، كنفضلوا انا على ديال الحلوى. ديال الحلوى بالخطر تيقدر يسيح لكم داك الغريبه من تدخلوها الفران تجي كتفقد الشكل ديالها. هنا درت معلقه كبيره ديال داك المربى، هو اللي كيعطيني واحد التعليقه كذلك في هاد الغريبه. ومع ديك البيضه وكندمج هاد المكونات حتى كندمج مزيان، وعاد كنشوف القوام. بالنسبه لهاد الغريبه ما خصهاش تجي قاصحه، هنا راني قصتها كانت مازال شاده راسها، خصني تكون معلكه. فضفت بياض بيضه صغيره هي اللي ضفتها
المهم ما كنضيفوهاش كاملة دقة واحدة، كنضيفو بشوية حتى كنحصلو على واحد القوام اللي هو يعني معلكة، ولكن ماشي كتر من القياس باش ما تسيحليش في الطياب. صافي وهنا كندوزو، هنا راه ما كنخليها لا ترتاح لا حتى شي حاجة، ديريكت كندوز نشكلها. عندي شوية ديال المزهر، ضروري نديرو المزهر، نديرو في يدينا باش كيفزق لي شوية ديك العقدة من الفوق، وكتلبس ليا بالسكر كلاصي مزيان. بالنسبة للحجم أنا هنايا درت 20 غرام، يعني هذه غريبة كتجي متوسطة في الحجم ديالها، كندير فيها 20 غرام. من الأحسن تستخدموا الميزان باش كيجيونا حجم واحد وكيجيو زوينين في الشكل ديالهم. اللي تتبغي غريبة كبيرة دير 24 غرام حتى ل 25 غرام، كتجي غريبة كبيرة. وعاود اللي تيبغي ديك الغريبة اللي تجي صغيرة فكنديرو فيها 18 غرام. هنايا كي كتشوفوا كنعبر 20 غرام وكندهن يدي بالزهر، ندور هذيك كنشكل ديك الكويره وكنديرها في الكلاصي باش الكلاصي كيتلبس كيشد لي مزيان في هاد الغريبه فاش كنفزكها بالزهر. وكنستمر حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. هاد الكميه اللي صبت ديال 300 غرام دير لي واحد جوج لاطات وراه دغيا تتوجد لينا، دغيا تنسرعوا فيها لان الكميه قليله. هنا باش نسرعوا في الخدمه كندير كويرات بزاف وتنبقى نرميهم في الكلاصي، من بعد كنفندهم بهذه الطريقه وعاد كنبدا نديرهم في اللاطه. هنا كي كتشوفوا كنقبض كل وحده وكنضغط عليها بحال اللي كنزيد نلبسها بداك الكلاصي، نضغطوا عليها هكا بيدينا باش كتاخذ لي كميه اكثر ديال الكلاصي، وكنضغط عليها بالصبع ديالي واحد الضغيطه هكا صغيره. واللي تيبغي يزين باللوز نقدروا نديروا حبه ديال اللوز. وبالنسبة اللي بغا يدير المعلكة ديال من كنبغي نخدم المعلكة باللوز والكركاع فكندير نصف الكمية ديال الكركاع ونصف الكمية ديال اللوز وكنخدمها بنفس الطريقة، كتجي رائعة. ونديرو من الفوق لا بغينا نزينوها بالكركاع. المهم انا فضلت نخليها هكاك تجي غير مشققه، ما درت فوقها حتى شي حاجه. في هذا الاثناء انا مسخنه الفران على 180 درجه من الفوق. كندخل هاد الغريبه، كنلقاها انها تشققات من الفوق، كنولي نشعل عليها من التحت. المهم في الطياب ديالها راه ما كديباسيش واحد 8 دقائق حتى ل 10 دقائق تتكون طابت على 180 درجه حتى كتفقع لينا من الفوق وكتشقق مزيان بهذه الطريقه. عاد تنولي نشعل عليها من التحت. كي كتشوفوا راه كتشد لا فورم ديالها ما كتسيحش، ومع ذلك كتجي معلكه من الداخل وكتجي روعه هاد الغريبه. ان شاء الله تجربوها بنفس المقادير وتنال الاعجاب ديالكم. هنا كي كتشوفوا انا حليت معكم وحده باش تشوفوا شحال كتجي فتيه وهشيشه من الداخل. رائعة هاد الغريبة، إن شاء الله تصاوبوها وتاكلوها بالصحة والسلامة. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما جديد، ومرحبا بك إلى فيديو مقبل، مع السلامة.